مع منتخب البرازيل في مسابقة كرة القدم، ومباراة مهمة جدا. المباراة هتكون الساعة 9:15 إن شاء الله بتوقيت القاهرة، ونتمنى المنتخب مصر الأولمبي التوفيق إن شاء الله في مباراة قوية وصعبة في افتتاح أولمبياد لندن 2012 مع منتخب البرازيل القوي جدا. أول حاجة هنتكلم عليها النهاردة طبعا موضوع نادي الزمالك وكابتن حسن شحاتة والقصة اللي احنا اتكلمنا فيها امبارح. أنا قلت يعني يمكن أنا توقعت القصة دي امبارح، وقلت ان في جلسه النهارده ما بين الكابتن حسن شحاته والاستاذ ممدوح عباس وبعض اعضاء مجلس اداره نادي الزمالك، وامبارح توقعت ان هيكون نقطه الخلاف في الجلسه موضوع شيكابالا. مجلس الاداره او البعض في هنقول مجلس اداره نادي الزمالك او الاستاذ ممدوح عباس يعني شايفين عايزين يصلحوا الامور ما بين كابتن حسن شحاته والاستاذ ما بين كابتن حسن شحاته وشيكابالا، ولكن هي دي كانت فعلا نقطه الخلاف النهارده. الاجتماع كان جلسه كده وديه كانت في مكتب الاستاذ ممدوح عباس الساعه 4، وحضرها الكابتن حازم امام والكابتن ابراهيم يوسف اعضاء مجلس اداره نادي الزمالك. ويعني كابتن حسن شحاته كان يعني رايح زعلان، وموضوع حاسس يعني ان موضوع شيكابالا عكس الاتفاق اللي حصل. يعني هحكي لكم قصه سريعه كده، مش هقدر اتكلم في كل حاجه ان في حاجات انا ما اقدرش اقولها او مش مسموح لي اقولها، لكن هنتكلم في بعض الحاجات اللي هي المهمه اللي هي ملخص للاجتماع اللي حصل. ان كابتن حسن شحاته قبل الاجتماع كان يعني حاسس ان الاستاذ ممدوح عباس عايز موضوع شيكابالا وان يرجع ويحصل صلح وشيكابالا يعتذر، وان كابتن حسن شحاته يتقبل القصه. فانا قلت لكم امبارح ان كابتن حسن شحاته الموضوع ده بالنسبه له مقفول تماما، وشايف ان الموقف اللي شيكابالا عمله يعني ملوش مبرر، وفي نفس الوقت كابتن حسن شايف ان الموضوع كبير او ان الخطأ كان كبير. ف يعني كابتن حسن شحاته بيقول مفيش حاجه حصلت اساسا ما بينه وبين شيكابالا عشان شيكابالا يعمل كده. المهم يعني خلاص سيبوا الموقف ده بقى نشيلوه يا جماعه عشان ايه ما نقعدش نرجع فيه القصه. وكان كلام كابتن حسن شحاته برضو ان هو لما استقال من شهرين بعد مباراه المغرب الفاسي هنا في القاهره بعد ما حصل الموقف ده، ان كان استقال بسبب ان هو حس وعايز يرفع الحرج عن مجلس الاداره، ان هو يعني ما يضغطش على مجلس الاداره يقول لهم انا يا شيكابالا. هو استقال قال لهم يا جماعه انتوا شايفين الاصلح ايه اعملوه، عايزين شيكابالا يستمر اوكي، عايزين حسن شحاته يستمر بدون ما شيكابالا يكون موجود اوكي. ده اللي حصل من شهرين، وكابتن حسن كان استقال وبعد كده كان زعلان ان ما كانش في رد فعل قوي من مجلس الاداره. ده حسب كلام او وجهه نظر كابتن حسن شحاته، وسافر الكويت وكان مش عارف ايه ورجع، وحصل اتصالات مع مجلس الاداره وحصل كلام كتير في التليفونات وهو في الكويت، ويمكن انا كمان حصل اتصالات معايا مع اعضاء مجلس الاداره الاستاذ ممدوح عباس وكريم صلح الامور ومش عارف ايه، واتكلمنا مع كابتن حسن ورجع الراجل للفرقه. وبعد ما خد كلام صريح ان شيكابالا هيطلع اعاره، شيكابالا هيطلع اعاره مش هيكون موجود السنه دي في الزمالك. عشان كده كابتن حسن شحاته رجع تاني للفريق. انتوا طبعا فاكرين الفتره دي اللي هي من حوالي شهرين. المهم بعد ما رجع كابتن حسن شحاته من الكويت وخلاص الراجل رجع الفريق تاني، وخد وعد زي ما قلت لكم ان شيكابالا هيروح اعاره من مجلس اداره نادي الزمالك. وكان اداره الزمالك برضو عشان نبقى منصفين وبنتكلم ولا هنا عشان ما حدش يقول كريم وحسن شحاته ومش عارف ايه، لا مجلس اداره نادي الزمالك عمل عقوبه ماليه كبيره جدا ما حصلتش قبل كده لاي لعيب، وخصم مبلغ كبير من شيكابالا اعتقد 2 مليون جنيه او حاجه كده، يعني مش فاكر الرقم بالظبط. وخلاص حصل اتفاق ان شيكابالا يا كابتن حسن هنوديه اعاره السنه دي. ان كابتن حسن قال لهم يا جماعه مش هينفع اتعامل تاني معاه وبعد الموقف ده، وما كانش فيه اساسا سبب ان هو شيكابالا يعمل كده، واللعيبه عشان نعمل نظام ونعمل عقوبه ومحدش يعمل زي شيكابالا ويبقى في سيستم في الفرقه والكلام اللي انتوا عارفينه كله اللي احنا اتكلمنا فيه قبل كده. المهم بعد ما كابتن حسن شحاته رجع للفرقه ورجع من الكويت، قعد جلسه مع الاستاذ ممدوح عباس في منزل الاستاذ ممدوح عباس، وكابتن حسن اتفق مع الاستاذ ممدوح عباس ان وكان كلام الاستاذ ممدوح عباس ان شيكابالا خلاص موضوعه منتهي. انت طالب ايه للفرقه في الفتره اللي جايه، اللاعبين المستحقات. كابتن حسن قال له خلاص يعني ما اتكلمش في موضوع شيكابالا عشان كده انا رجعت على استقالتي وشيكابالا اعاره، وما يعني ما اتكلموش حتى في القصه دي. بداوا يتكلموا بقى ان كابتن حسن يعني عايز
لعيبه معينين في الحته الفلانيه، مستحقات اللعيبه يا استاذ ممدوح. والراجل يعني بصراحه استاذ ممدوح عباس قال له حاضر كل حاجه اللي انت طالبها ومفيش مشاكل وهنشتري لك كذا. وكان طالب ساعتها كابتن حسن عبد الله سيسي، وطالب حارس مرمى جابوا له احمد الشناوي. يعني الناس ما اتاخرتش في الحته دي، لكن طبعا كان كابتن حسن حزين عشان موضوع المستحقات واللعيبه ما خدتش مستحقاتها. استاذ ممدوح قال له يعني البلد كلها بتمر بازمه ماليه وهنحاول وهنوفر والكلام ده. مهم بعد ما الجلسه دي خلاص اتفقوا ان شيكابالا مش موجود، يعني اعاره، يعني هيروح اعاره او بيع لو جه رقم كويس لشيكابالا. فطبعا الفتره اللي فاتت بعد ما الفريق خد راحه ورجعوا تاني للتدريبات، بدا يعني كلام بيترمي من تحت لتحت، وفي عروض بتيجي لشيكابالا ومجلس الزمالك يقول لا ما فيش عروض، العروض كانت بتترفض. فكابتن حسن برضه حس ان ايه، ان القصه فيه برضه لسه موجوده، بس ما كانش في حاجه يعني قدامه باينه ان هو يقدر ياخد موقف. فخلاص الراجل شغال ومش عارف ايه وكده. فالمهم الزمالك لعب اول ماتش في افريقيا مع فريق تشيلسي اللي هو في دوري المجموعات، والزمالك اتغلب. بعديها بيومين بدات ان شيكابالا قدم اعتذار، ورقه رسميه للجهاز الفني والمجلس الاداره بيعتذر فيها والكلام ده، والورقه تم عرضها على الكابتن حسن شحاته. ده طبعا يعني حسس ان كابتن حسن ان هو الاتفاق اللي اتفقوا مع الاستاذ ممدوح عباس بيتغير، ان شيكابالا يعتذر ويبدا يعملوا بقى القصه الاعلاميه ويرجع وخلاص ويحصل صلح مش مهم. فكابتن حسن ساعتها برضه زعل ومش عارف ايه واعترض والكلام ده فكان جات الموضوع ده قبل ماتش الاهلي. فطبعا كان كابتن حسن تفكيره، انا بقول لكم بقى كلام انا عارفه من كابتن حسن، يعني جه قبل مباراه الاهلي برضه الكلام ده اتقال بقى بعد ماتش تشيلسي ان شيكابالا قدم اعتذار ويرجع للفرقه وخلاص ومش عارف ايه. المهم كابتن حسن برضه رفض القصه تماما وكان عايز يمشي ساعتها، ولكن كان قبل ماتش، وقبل ماتش النادي الاهلي كابتن حسن قال لا انا مش همشي قبل ماتش النادي الاهلي. وكان حصل اجتماع ما بينه وما بين الجهاز الفني في منزل كابتن حسن، كابتن اسماعيل يوسف، كابتن ايمن طاهر، كابتن حماده انور، كابتن احمد حسن لاعب نادي الزمالك وكابتن منتخب مصر. واتفقوا مع بعض ان لا يا كابتن ما ينفعش تمشي قبل ماتش الاهلي. وكابتن حسن قال لهم لا مش همشي قبل ماتش الاهلي، على اساس ان ما يتقالش ان حسن شحاته بقى الكلام اللي انتوا عارفينه اللي هيتقول ويتكلم وده يقول ان حسن شحاته قبل ماتش الاهلي خايف ومشي ومش عارف. قال لهم لا انا خلاص انا هقعد ماتش الاهلي سواء كسبت او خسرت همشي. المهم طبعا الزمالك لعب المباراه وخسر الماتش. ودايما لما الماتش لما الفرقه بتحصل لها خسائر المشاكل بتزيد وبتكبر وكده. فالمهم النهارده زي ما قلت لكم امبارح ان النهارده كان في جلسه ما بين الاستاذ ممدوح عباس، وانا امبارح قلت لكم انا عارف طبعا ان كابتن حسن شحاته موضوع شيكابالا ده لو اتفتح هيرفضه تماما، وعارف او بستشف كده حتى من خلال مكالمه نادر شوقي معايا امبارح هنا في البرنامج لما نادر قال لي ان في عرض جاي لشيكابالا من نادي جازنتيب التركي واستاذ ممدوح عباس رفضه، وفي عرض تاني من نادي الوصل الاماراتي. فاستشفيت ان استاذ ممدوح يعني عايز، هو الراجل ايه مش ضد حسن شحاته او مش اللي هو يعني بيتجنى عن حسن، بس هو عايز يرجع شيكابالا، هو عايز يرجع شيكابالا وكابتن حسن رافض. فالمهم النهارده راح كابتن حسن في الجلسه اللي هي كانت في مكتب الاستاذ ممدوح الساعه 4، وكان موجود الكابتن ابراهيم يوسف وكابتن حازم امام وقعدوا يتكلموا كده، وكابتن حسن طلع اللي جواه وانا زعلان من الاستاذ ممدوح عشان كذا، استاذ ممدوح اتكلم معاه. ومهم كان يعني حصل شويه نرفزه وبدات الكلام للاستاذ ممدوح مثلا يا كابتن حسن، كابتن حسن هو اللي فتح كمان موضوع شيكابالا يعني. استاذ ممدوح قال له طب ما يرجع ويحصل صلح وخلاص بقى ومش عارف ايه. فكابتن حسن قال له الموضوع ده بالنسبه لي مرفوض وتماما، واستاذ ممدوح احنا اتفقنا على القصه دي قبل كده وانت دلوقتي بتقول مش عارف ايه. المهم حصل يعني مشاده كده خفيفه، كابتن حسن زعل وراح سايب المكتب ونزل وقال له اعتبر خلاص ان النهارده ده بالنسبه لي اخر يوم في تدريب نادي الزمالك. والموضوع خلص. كابتن حازم امام وكابتن ابراهيم نزلوا ورا الكابتن حسن وحاولوا يهدوا الامور وكده. كابتن حسن قال له خلاص اتكلم مع كابتن حازم وكابتن ابراهيم يوسف، يعني الناس كانوا عايزين يحاولوا يصلحوا الامور ويهدوا الامور. فكابتن حسن قال له لا خلاص انا يعني شايف ان الامور بالنسبه لي هتبقى صعبه في تدريب نادي الزمالك، ويعني الافضل انه لو استاذ ممدوح او المجلس برفع عنكم الحرج، وان انتوا لو عايزين تخلوا شيكابالا موجود تاني في الفرقه ما فيش مشكله خالص، انا بعتذر عن تدريب نادي الزمالك. ده اللي حصل عشان ما يحصلش كلام كتير ورغي وكلام غلط وكلام صح. وبرضه عايز اقول لكم حاجه، العلاقه
محترمه جدا ما بين الكابتن حسن شحاته ان ده ناديه، وما بين الاستاذ ممدوح عباس اللي هو رمز نادي الزمالك وبيمثل نادي الزمالك كرئيس نادي الزمالك، فمش عايزين نكبر الامور. خلاص كابتن حسن شحاته بيعتذر عن تكمله المشوار مع نادي الزمالك، وبيترك الحريه لمجلس الاداره طبعا يعملوا بقى اللي هم عايزينه في قصه شيكابالا. دي قصه بشكل مختصر وبشكل برضه يعني نقول مش دقيق قوي، لكن يعني صحيح 100%، لكن في تفاصيل تانية ممكن يعني ما نتكلمش فيها، حاجات حصلت ومناقشات تمت ما بين كابتن حسن والاستاذ ممدوح، بس كان في شويه يعني كابتن حسن كان متنرفز شويه وزعلان والكلام ده، وبرضه كابتن حسن جوه نفسه حاسس ان هو مش بعد ما اتغلب من الاهلي وتشيلسي عشان هو خسران فهيبدا يغير عشان هو خسر وحصل ضغط عليه والكلام ده. فالموضوع يعني زي ما انا بحكيه لكم كده، ده اللي حصل النهارده. وكان في تدريب لنادي الزمالك وكابتن حسن ما راحش التدريب النهارده الساعه 10، ويعني اعتقد ان القصه كده انتهت بالنسبه لكابتن حسن في تدريب نادي الزمالك في الفتره اللي جايه دي، يعني بما يرضي الله ده اللي حصل بالظبط. وانا بحكيه بكل حياد، ولا في صف كابتن حسن شحاته ولا في صف الاستاذ ممدوح عباس، انا بقول الحقيقه اللي حصلت وخلاص. امبارح كنت قلت ان الافلام اللي نادي الزمالك فيها دي خلال الشهرين اللي فاتوا بسبب موقف شيكابالا، وفي ناس زعلانه النهارده وطالعه وبتتكلم في المواقع انت عم يا كريم بتتدخل، وانت ايه يا جماعه، كل حاجه واضحه وكل حاجه متشافه وكل حاجه يعني باينه، وفي استياء داخل نادي الزمالك مش عارف من كريم اللي هو بيقول هو ده اللي حصل وهو دي الحقيقه. ايه تاني المشاكل داخل نادي الزمالك اللي خلت العلاقه سيئه ما بين بعض الافراد في الاداره والكابتن حسن، وكلهم ناس محترمين فوق دماغنا، الاستاذ ممدوح عباس. مش معنى ان كابتن حسن مشي من نادي الزمالك بقى اللي هو خلاص بقى الاعداء، ولا بالعكس كلهم ناس محترمه، هم ليهم وجهات نظر مختلفه او البعض ليه وجهات نظر مختلفه. كابتن حسن مش متقبل وجهات النظر دي. الموضوع يعني في الاخر حسن شحاته ابن نادي الزمالك، استاذ ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك، كل واحد ليه وجهه نظر مختلفه ومفيش مشكله خالص. وعلى فكره استاذ ممدوح عباس النهارده يعني برضه قال لاستاذ كابتن ابراهيم وكابتن حازم بالعكس ده حسن شحاته ده يعني هو ما يعرفش هو غالي بالنسبه له قد ايه، فاحنا مش طالعين نطلع بقى انا ده هيهاجم ده وده هيهاجم ده، العلاقه بتخلص بشكل محترم. وانا عارف ان في مشاكل كتير وحزن وزعل وهنا في صراعات وهنا كذا وهنا كذا، بس هو ده اللي احنا متعودين عليه في نادي الزمالك في الفتره الاخيره او فتره كبيره. وفي نفس الوقت هعيد كلامي تاني عشان برضو في ناس طلعت ومش عارف في تصريحات طلعت على لسان شيكابالا، واعتقد مش شيكابالا اللي بيتكلم، في حد يعني مندوب عنه هو اللي بيتكلم بيقول الكلام ده. لما انا قلت امبارح ان الافلام اللي بتحصل في نادي الزمالك الشهرين اللي فاتوا دول وسبب مش هقول سبب الخساره وحمل شيكابالا، لا مش سبب الخساره، لكن سبب عدم الاستقرار والمشاكل والاحداث الملتهبه داخل نادي الزمالك، والزعل حسن شحاته من الاستاذ ممدوح عباس، وزعل مش عارف مين، وده بيحاول يخطط لكذا وده بيحاول كذا ومفيش كذا، مفيش تفاهم ومفيش هدوء ومفيش كذا، كل ده بسبب موضوع شيكابالا. ودي حقيقه هتقعدوا تهاجموا، هتقعدوا تقولوا مش عارف ايه في المواقع، اصل كريم اصل مش عارف، هو ده اللي حصل، يعني هو ده اللي بيتقال وهو ده اللي حصل وده هو ده الواقع، هتقولوا يمين هتقولوا شمال، الموضوع مش فارق يعني خالص معايا. فهو ده السبب في عدم استقرار نادي الزمالك فيه، وموقف غير مبرر، وهفضل اقولها تاني موقف غير مبرر، لكن اتمنى التوفيق لشيكابالا لو هيرجع الفتره اللي جايه، واعتقد ان الامور متاحه ان مجلس الاداره يرجعه الفتره اللي جايه بعد اعتذار كابتن حسن شحاته. ونتمنى يعني انا عن نفسي زملكاوي وهفضل ابقى زملكاوي لغايه ما اموت، وهشجع نادي الزمالك س ص ع غ مسك نادي الزمالك، بنشجع نادي الزمالك.